تتخيل اكو احد يجمع كل التيجان بالعالم؟ اريدك تربط الحزام بدماغك ومخيلتك، لان اني جايب لك مو افلام كرتون، لا مستحيل. فمن دون مقدمات وما اريد انصدم لوحدي، خلينا نبلش. السلام عليكم يا وجهاء التاج والجنون. اليوم عدنا كرتون، لا اليوم عدنا هلاوس رسمية. هذا الفيلم طوله 9 دقائق بس بيه جنون يكفي 3 مواسم من مسلسل تركي اسمه دبل كينج، وما فيه ولا كلمة حرفيا، بس الأحداث تتكلم الحالة أو تصرخ بالأصح. الرسومات غريبة لأبعد حد، وكأنه أحلام العصر، ولكن الأخ طبقها حرفيا. طبعا هذا الملك هم عنده تاج أكيد، بس تاجه ما كان معبي راسه، فصار عنده شيء اسمه داء العظمة. النعمة اللي هو بيها صار ما يحس بيها وفقد اللذة بيها أساسا. وطبعا هاي رسالة فلسفية عميقة كلش، وتنطي للواقع اللي احنا عشنا بيه. هاي اللقطة من أهم اللقطات اللي شفتها بالفيلم. ليش؟ بيها بعد نظر لأبعد حد، وإذا ما خان التعبير أتوقع بيها تعبير عن سياسة الحرب، مثال حي لحنطي ما صار بين أمريكا والعراق. دمرت البلد، حطمته، وصاروا يطلعون الأمريكا يريدون منهم بالمقابل أي شيء يحفظ كرامتهم. على كل، وحتى لا نروح بعيد عن أحداث القصة هاي، رح نكمل وياكم بصيغته. طبيعة هذا الملك يمتلك تاج، بس هذا التاج مو عاجبه ولا معبي. قال ليش أنا أكتفي بتاج واحد وأنا قادر أجمعهم كليتهم؟ فصار يا عزيزي يطارد من مملكة لمملكة، يجلد بالملوك ويأخذ بهالتيجان ويرجع لي ورا. وما سلموا منه لا العايشين ولا حتى الميتين. زين هسه تقول لي إذا ميتين شلون يوصلهم وياخذ تيجانهم؟ راح العالم الموت، صعد للبرزخ، إذن الناتج يعني مات. زين هل يرجع يعيش؟ إيه نعم هم يرجع يعيش. ليش؟ حتى يرجع يجمع تيجان. هذا الشخص حرفيا ما يعرف كلمة كاف. الفيلم هذا لو تسأله شنو رسالتك، يقول لك لا تصير طماع، باختصار، لأنك راح تنتهي مثل هذا المجنون. ما كنت وحدي بتحليل هذه اللقطات، فما أخفي عليكم استعانيت بالذكاء الاصطناعي. والمخرج شكله قعد وقال أريد أشوف الناس شلون الجشع يخليك إنسان غبي، بس بطريقة تخليك تسوي ريبلاي للفيديو 3 مرات. الألوان ضاربة بس تفتح النفس، التصميم غريب، استعملوا تقنية العرض المستمر، ماكو ثغرة للملل، فالمشاهد متقلبة كل لحظة وثانية، وشي يخلي التركيز والاندماج مرعب، إضافة لأحداث تلامس الواقع بنكهة فلسفية شوي، كأنه داخل عالم من أحلام طفل. بس هذا الطفل شكله ما نام من يومين وشارب قهوة تركي. سؤال إلكم، وشنو رأيكم؟ هل هذا الملك المجنون يمثل الغريزة البشرية بالطمع والجشع؟ لو هو واحد جته جلطة من الحياة وقام يلها في الفوقة والجوا قبل ما يروح؟ تتوقعون يستاهل لقب دبل كينج؟ اكتبوا لي جوا بالتعليقات، أريد أعرف منو عنده التفسير الأخطر. إذا عجبك الفيلم أو على الأقل عجبك جنون الملك، لا تنسى اللايك والاشتراك يا صديقي، وفعل الجرس، ترى التاج اللي عندي يحتاج جمهور يحميه. طبعا أحداث هذا الكرتون هي مصممة إنه هذا الملك مثل ما عرفنا يبرز للقوة، أما الممالك اللي كان يحتلها واللي كان يقتل الملوك اللي بيها كان مبين إنه هي ممالك هشة وضعيفة، سكانها مسالمين لأبعد حد أكثر ما تتصور يا صاحبي. فهذا الملك دائما كان يمثل حالة شاذة، وللأسف أكو قاعدة تقول خالف تعرف. خلافه وين كان؟ خلافه يكون بالدمار والفساد بأي مملكة يزورها، وما كانت عنده سياسة إنه يزور بسلام، بل هي سياسة الدمار والهلاك. الرادع الوحيد اللي حيوقف عند حده هي روحه ونفسه بالذات، الهلاوس اللي قادته للهلاك. أكو مثل كنا نستعمله يقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. وطبعا هذا واقع فلسفي، يعني مو مجرد مخيلة ابتكرها هذا الفنان من فراغ وعدم. داء السلطة والعظمة يخليك تشك بالناس كلها، حتى نفسك تقوم تشكك بيها. طبعا الأعراض المتعارف عليها عند الذين يعانون من داء السلطة والعظمة، مجرد وصوله للسلطة يتعرى من كل الأشخاص اللي كان لهم دور كبير وفعال بوصوله، ويصير يشك بيهم، فأقرب الناس إليه يتحولون أعداء من وجهة نظره. فأصدقائك البارحة هم أعداء اليوم، والسياسة تعتمد على إظهار مبدأ لا وجود لصديق أو عدو، استراتيجية قائمة على مبدأ المصالح.
فلا تستغرب من أمور تحدث فجأة. إذا العمل اللي قدم الرسام والمخرج فليكس مو مجرد قصة عن الطمع، بل هو تأمل في الهلوسة والسلطة والانهيار الذاتي. هذا الرسم العجيب والغريب والتفاصيل الدقيقة تجعل من هذا الفيلم تجربة ما تنسي حرفيا، وتخلي المشاهد يتساءل عن المعنى الخفي وراء كل مشهد. فمحتاج كل حواسك ومساعدتك بتحليل وياي حتى أفهم قوة تفكير المشاهد. طبعا أكو نوعية من متابعيني يمتلكون عقول مال فطاحلة، أعرفهم معرفة شخصية. فالإنسان النورمال والطبيعي يتجنب كل شي يدوخ راسه، إلا هذول النوعية يحبون التحدي بالفلسفة، والآي كيو يكون عندهم مرعب حرفيا. التساؤلات والألغاز هذه لعبتهم. طبعا إذا كنت تبحث عن عمل فني يتحدى توقعاتك ويدفعك للتفكير، فدبل كينج هو الخيار المثالي بالنسبة إلي. أما الملك فبعد ما نزف هواي دخل بعالم الهلوسة إلى أن انتقل للعالم الآخر، وهنا بلشت رحلة غريبة عليه شوية، وما زال ملك حتى بعد موته. فأول ما وصل العالم الآخر شاف إنه هو نظر للمعدمين فاشمئز منهم، وصاحب اشمئزازه نوع من نظرات التعجب. بس ما اكترث أهم شيء السلطة والتاج. بس شاف أكو طريق خاص بالملوك، وهنا ما صدق روح ورجع انتعش شوي، لأن حس بالأفضلية وداء العظمة رجع انضخ بدمه. ومن الصدف اللي أذهلته أنه رجع التقى بكل شخص قتله وسلب ملكه بيوم من الأيام، وهذا ما كان يكترث له أساسا، ونظره ما كان مسلط عليهم، بل كل تفكيره ووسواسه اصطحبوا وياه، وما زال يريد التاج. بس القواعد هنا راح تتغير شوية، وهالشي ما راح يخليه كذلك يتوقف عند حده. فمن شب على شيء شاب عليه. غريزة التملك ما تفهم قواعد التواضع، ويفقد غريزة الإنسانية والتماسك إنك تحس بالآخرين. فهذه التصرفات الصبيانية الطائشة ممكن تأذي الحواليك وتأذيك بالأخير، بسبب إنه الكل راح يكرهك ويعاديك، عقباها ما راح تكون خاتمتها مسك. وأكيد هذا المرض مستحيل الشفاء منه، ومثل ما أنت قوي يجي الأقوى، فداوم المحال من المحال. أزعج الكل بصراخة، وهذا يعتبر مرض وعقدة نقص ما تكمل أبد، والجشع ما يفهم حدود، فيتحول الملك إلى صبي الكل يريد يلصم حلقه. الصورة يا متابعين الغوالي واضحة، وللأسف هاي النماذج موجودة بعالمنا، وإحنا مضطرين نتعايش وياها، والله يعين الجميع. أنا موعدكم كل أحد أنزل حلقة، بس الأسبوع الجاي راح أكنسل بسبب أكو عيد جاي، وكل عام وأنتم بألف خير. مقدما نعايدكم قبل الكل، كان وياكم هيدرو، مع السلامة.